يلا جاهزين؟ حنحضر اليوم كعك الأساور الفلاحي، ما بتصدقوا قديش طالعين ذكيين. حضرت لكم إياهم بمقادير مظبوطة 100%، اللي يكونوا معاكم مقرمشين من برا وطرايا وبشهوا القلب من جوا. معلومات جدا مهمة وأدق التفاصيل رح أحكيها خلال الفيديو ليطلعوا معاكم إشي عن جد بشهي القلب. هذا الشيء اللي راح نتعرف عليه خلال فيديو اليوم. احبائي، لو حابين كل وصفات العيد توصلكم اضغطوا لايك لهذا الفيديو لحتى الوصفات ما تنحجب عنكم. ايضا انزلوا على التعليقات وصلوا على الرسول ونقول بسم الله ونبدأ. في البداية وكيف ما عم بتشوفوا معي، عندي هون 3 أكواب ونص من الطحين. الكوب اللي أنا مستخدميته كوب الماج الموجود بأي بيت. ضفت عليهم معلقة صغيرة مليانة من المحلب، وبضيف عليهم كوب إلا ربع من السكر البودرة. فيكم تضاعفوا كمية السكر لحد كوب، ولكن كمية الكوب إلا ربع كتير ممتازة. عندي هون معلقتين من السمسم ومعلقتين من حبة البركة، أنا بس بحمصهم شوي لحتى أبرز النكهة أكتر. بدمج كل هاي المكونات مع بعض. بعد هيك رح أضيف نص كوب من الزيت الزيتون، وبضيف نص كوب من السمنة مخلوطة بزيت نباتي. أصل الكعك الأساور الفلاحي بينعمل بزيت الزيتون، ولكن زيت الزيتون اللي أنا جايبته بكر وكتير حامي، فاضطريت إني أنا أضيف عليه سمنة وزيت بيطلع معي شوي أخف. وأنا بفضل حتى لو كان الزيت الزيتون اللي عندكم مش بكر اعملوا نفس الخطوة، بيكون معكم شوي أخف. بعد هيك رح أبدأ إني أدمج بالمكونات بالطريقة والشكل اللي واضح قدامكم. صفى عندي 3 أكواب ونص من الطحين، بدهم نص كوب من زيت الزيتون ونص كوب من السمنة مخلطة بزيت النباتي. لو حبيتوا تضاعفوا الكمية ل6 أكواب أو أكتر بتمشوا بنفس المقادير. تمام. رح أتركها ترتاح 10 دقايق ورح أرد أرجع لها. عندي هون نص كيلو من العجوة، رح أضيف لها معلقة كبيرة من السمنة أو الزبدة لو حبيتوا. أضيف نص معلقة صغيرة من القرفة ومعلقة صغيرة من الحبهان مطحون، وبضيف جوزة الطيب مكون اختياري مش إجباري. ببدأ إني أعجن فيها عادي جدا لتندمج عندي كل هالمطيبات مع بعض. هلأ دايما انا بقول لكم لو العجوه عندكم ناشفه فيكم تحطوها بالميكروويف لمده دقيقه وتكملوا باقي الخطوات، او لو مش متاح عندكم الميكروويف حطوها على بمقلى على عين الغاز على حراره جدا منخفضه، وبتضيفوا لها السمنه وبترجع بتطرى معكم. وهلا ادق التفاصيل وارجوكم ركزوا معي. عندي هون تلت كوب من المي الدافيه مش اكتر من هيك. رح اضيف لهم معلقه صغيره مش مليانه من الخميره، يعني نص معلقه صغيره كفايه، وبضيف معلقه صغيره من السكر. بحركهم مع بعض وبغطيها 5 دقائق بس لحتى اتاكد من فعاليه الخميره. الخميره اللي انا مستخدميتها كيف ما شفتوا خميره فوريه. رح اضيف تلت كوب المي مع الخميره على العجين، وببدا اعجن عادي جدا. هلا هون كمية المي بتتوقف على نوع الطحين. كلنا بنعرف نوع طحين عن نوع طحين بيختلف. انا الطحين اللي مستخدميته طحين متعدد الاستعمالات. ممكن انت تعتازي مي اكتر، ولكن ما بتضيفي كتير ترجع تستخدمي تلت كوب. بترشرشيها رشرشة من المي وبتبلشي تعجني وتكملي عجن. كمية السمنة وكمية الزيت اللي ضفناها مع تلت كوب المي كافي انه يلم لي العجين. بعجنها عادي جدا لحد ما تتكون عندي عجين طرية متماسكة بإيدي وبنفس الوقت ما بتشقق. صبايا، لو وصلتوا معي لهون بتمنى تكتبوا لي بالتعليقات من أي بلد بتتابعوني، وأيضا ما تنسونيش من دعمكم، واوعوا تنسوا تضغطوا لايك لحتى دايما جديد الصفحة يوصلكم أول بأول. شوفوا أنا خلصت كليات الكمية واعتزت إني أرششها بالمي، وكيف ما قلت لكم ممكن أنتوا ما تعتازوا. بتركها ترتاح بالضبط على الساعة، نص ساعة مش أكتر من هيك. تمام. احنا ما بدنا نخمرها، هي مش المفروض انها تتخمر، احنا بس بنريحها. شوفوا ما شاء الله العجين بتشهي القلب قد ما هي طالعة بتشهي. هون عندي العجوة حبدأ اني اعملهم على شكل اصابع. تمام. رفيعة المفروض تكون. انا بصراحة ما بحبها تكون العجوة او الحشوة سميكة ومبالغ فيها، ولكن ذوق شخصي، انتوا كيف ما بتحبوا كيف ما بتفضلوا. هحكي لكم معلومة جدا مهمة. لو حابين انه الكعك يطلع معاكم فاتح، ممكن تخففوا كمية حبة البركة وتضاعفوا كمية السمسم، ولكن العجين دايما عندنا بتغمق من حبة البركة. فردتها بهذا الشكل اللي واضح قدامكم. المفروض ما تكون معنا كتير سميكة وبنفس الوقت مش كتير رقيقة، بالشكل اللي واضح قدامكم. بترك الأطراف فاضي لحتى العجوة ما تطلع عندي لبرا. بضغط بطراف أصابعي وببدأ أشكلها بالطريقة والشكل اللي واضح قدامكم. وخبروني انتم كمان بالتعليقات شو أكثر الحلويات اللي بتقدموها بالعيد. على فكرة نزلت لكم امبارح معمول سميد، ونزلت
نزلت لكم كمان معمول طحين لو حابين انكم تشوفوهم او ما وصلوكم فيكم تشوفوهم عندي على الصفحة. جهزت الكمية كلياتها بنفس الشكل، وعلى فكرة كل الشغل اخذ معي ساعة وربع بالضبط. صفيتهم بالصاجات تمام، وانا دايما بقول لكم استخدموا هدول الصاجات، بيوزعوا الحرارة بشكل كتير ممتاز، خصوصي للكعك والمعمول، ممتازين عن جد. دخلهم على الفرن على الشواي من تحت، على الرف الاول من تحت. درجة الحرارة بتكون عندي على 200، اكيد الفرن بيكون عندي محمى مسبقا. انا ما بشغل فوق وتحت، اول ما بيتحمروا معي من تحت على طول بضوي الشواي من فوق وبطفي من تحت، وبخليهم شقر عندي بهذا الشكل. شوفوا ما شاء الله عن جد شو طلعوا بشهوا القلب. شوفوا هاللون، اشي عن جد عن جد بشهي. كعك الاساور الفلاحي من اطيب 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 ضيافة ممكن تقدموها بالعيد. الف صحة وعافية مقدما، كل عام وانتم بألف خير. بشوفكم فيديو بكرة او بعد بكرة، رح انزل لكم فيديوهات جديدة وبتبيض الوجه. بشوفكم على خير وباي باي.